وسهلا بحضراتكم من معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته ال 56. يسعدني ويشرفني جدا أكون النهاردة مع الكاتب الكبير دكتور أمين الزاوي الجزائري في زيارته إلى المعرض وللقاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. نورت القاهرة ومصر. شكرا جزيلا. احنا في جناح دار العين ومعنا طبعا دكتورة فاطمة البهودي ومعانا أحدث إصدارات دكتور أمين الزواوي وهي منام القيلولة. وما أدراك كما منام القيلولة. الاسم اكيد طبعا ريليتد لحاجات في الروايه، فايه الفكره او الموضوع الرئيسي الروايه بدون حرق؟ والله تعريضة بس يا دكتور. والله رواية منام القيلولة هي رواية تتحدث عن شجاعة النساء بالأساس، عن جرأة المرأة، عن قوة المرأة، هذه القوة الكامنة في النعومة. فمن خلال شخصية معينة، شخصية في الرواية سعودة الجارح، نتتبع حياتها قبل الثورة الجزائرية، أثناء الثورة الجزائرية وبعد الثورة. فنلاحظ بأن هذه المرأة رغم كل هذه الفصول من العنف، ورغم أيضا كثير من النكبات وكثير من الإخفاقات داخل الأسرة، زوجها يقتل يستشهد في الثورة، ولكن حول مؤامرة أيضا حوله، ولكن رغم ذلك تقاوم الاستعمار الفرنسي، ثم تقاوم الإرهاب الإسلامي، وتظل قائمة حتى النهاية. المرأة الجزائرية والعربية عامة أكيد مرأة قوية، ومهما بتعدي بمشاكل وأزمات صعبة بتقدر إن هي تكون تماما الركن الأساس للبيت وللأسرة وللمجتمع. حضرتك السابقة الأصنام واللي وصلت للقائمة الطويلة للبوكر، لو حضرتك تدينا فكرة برضو عن مضمونها. رواية الأصنام هي رواية أسستها على مدينة كانت في الجزائر، كانت تسمى مدينة الأصنام، وفي فترة معينة في بداية الثمانينات ضربت بزلزال كبير، وبدأت بعض الإشاعات من قبل التيار المتطرف الذي كان يصعد في بداية الثمانينات ليقول بأن هذا الزلزال ضرب هذه المدينة لاسمها، وأن هذا الاسم هو الذي جاب لها هذه المصيبة إذا صح التعبير، طبيعية، كارثة طبيعية. ومن خلال هذه أقمت علاقة أخوية بين طفلين صغيرين، الأصغر نوعا ما قوي ولكن الأكبر هش، فيغتال الأكبر، الأصغر يحمل نوع من الضغينة ضد الذين اغتالوه. قلت هذه الرواية أيضا تتناول علاقة الأخوة، لأن كثير من المرات تحدثنا فلسفيا عن الصداقة، عن الأبوة، عن الأمومة، ولكن الأخوة كفلسفة لم نبحث عنها. هذه الرواية أيضا تبحث بالأساس في مفهوم الفلسفي للأخوة، وكيف أن الأخ ليس غريم للأخ كما يقدم دائما حول الصراعات، حول الإرث أو حول كذا إلى آخره، ولكن هنا الطفل يتمثل الأخ ويسكن في جسده وفي روحه بعد اغتياله، ثم بعد ذلك كثير من الأحداث، ولكن في الوقت نفسه خلف هذا كيف تطورت الجزائر أو تاريخ الجزائر والمنطقة كلها، منطقة شمال إفريقيا من نهاية السبعينات حتى مطلع الألفين، كيف تشكلت الألوان السياسية والإيديولوجية وأيضا الجمالية، كيف تغير الشارع، كيف تغيرت اللغة، كيف تغيرت العادات نتيجة لمجموعة من الأفكار الواردة. مواضيع هامة لكل مصري حابب الجزائر وحابب شعبها وحابب يعرف أكثر عنها. هي كبيرة جدا من مصر لأهل الجزائر والأدب الجزائري اللي بنقرأه الحقيقة منذ سنوات طويلة جدا. سعداء بوجود حضرتك معانا دكتور أمين الزاوي. شكرا أنت. كل سنة وحضرتك طيب، وألف مبروك الإصدار الجديد، ونتمنى أن نراك مرات ومرات في القاهرة. شكرا لك وشكرا لبرنامجك ولهذه الجلسة أو هذه الوقفة اللطيفة. شكرا جزيلا. شكرا.